لو مت خلاص هيبعتوك على مصر. أمنية رمضان تتمنى إيه في رمضان؟ أمنية واحدة؟ لا في كتير، اما اتمنى ابقى مع اخواتي في رمضان وابويا وامي. انا امي دلوقتي بتعمل عمره، ربنا يبارك لك. كان نفسي يعني ابقى معاها، تطبطب عليا تقول لي ربنا معاك، تشوفني وانا بكبر. هنا ببقى قاعد في السكن، لو تعبت محدش بيقول لك قوم موديك للدكتور ولا حاجه. لو مت خلاص هيبعتوك على مصر. بس انت هنا كل واحد بيفكر في نفسه. انا نفسي اعمل ورق الصبح عشان انزل اشوف اهلي واقضي معاهم رمضان، ورمضان الجاي خدت ورق ما خدتش هنزل اقضي رمضان في مصر. حتى لو ما خدتش ورق؟ حتى لو ما خدتش ورق هنزل اقضي رمضان في مصر. يعني أنت أمنيتك ورق؟ امنيتي هنا انا في البلد ديت ورق. امير اخويا وحشني قوي، بيكلمني ما بيكلمني كده مقفل معاه المكالمه، بحس ان انا عايز انزل مصر على طول، مش قادر اقعد هنا. ليه إيه اللي وحش هنا أو كده؟ البشر هنا كل واحد بيقول لك تعالى وانت في مصر، تعالى مالكش دعوه بحاجه، بس تعالى الشغل كتير والدنيا هنا حلوه. امير اخويا والله قايل لي، قال لي ما تمشيش مع فلان وما تمشيش مع فلان عشان مش هينفعوك. كنت بزعل منه واقول له لا جدع معايا ومش عارف ايه. لما جيت ايطاليا امير كلمني، فلان اللي كنت بقول لك ما تمشيش معاه ايه الدنيا؟ قلت له والله انت عندك حق، انا كنت بزعل منك لما تقول لي ما تمشيش مع فلان وفلان. لا والله بس هو اخواتي كانوا بينصحوني على الصح. هو اخواتك اسمع كلامهم، لو انت شايف ان هم بيقول لك حاجه غلط هم صح. طب إحنا في رمضان كل اللي نقدر نقوله لك وصل رسالة لأهلك الوقت قدام الكاميرا. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان الجاي اكون معاكم، وحشتوني.